البخاخ اللي عملته لك النهارده من الحاجات اللي ما بقدرش استغنى عنها في مطبخي. حرفيا ملمع ملوش حل. اللي هو ايه، ما شاء الله تبارك الله، بشطب المطبخ بديله تلميعه، بحس كده ان كل حاجه في المطبخ جديده طالعه من كرتونتها. اللهم بارك يا بنات، ما شاء الله. لو انت اعتمدتيه او حسيتي ان انت فعلا محتاجه ملمع، او اقول لك ما تروحيش تشتري اي ملمعات ولا تروحي تكلفي نفسك وتجيبي حاجات من الجاهزه، في البيت هتعمليه وما شاء الله تبارك الله. حاجه كده تحفه، استعماله يومي، مش هقول لك بقى كل شويه، يعني مش هقول لك على اسبوع، لا ده في ايديكي كل يوم شطبي مطبخك وبختين ثلاثه هنا وهنا وهنا. اللهم بارك، مطبخك في حته تانية. هتقولي لي للبوتاجاز بس؟ لا، مش للبوتاجاز بس، ده للسيراميك. وزي ما انت شايفه كده، السيراميك بتاع المطبخ في الغالب بيبقى مشبر كده مكان الدهون. انا عايزه اقول لك بيبرق بقى حرفيا. بصي لو مشيتي بالفوطه كده على الحاجات اللي قدام عينيكي، اللي هي في ظهر البوتاجاز او جنب الحوض او كذا، المناطق اللي انت حاسه ان كلها فيها تشبيره كده، ما شاء الله تبارك الله. وطبعا بخلاف البوتاجاز، زي ما انت شايفه انا بديله كل يوم بخه كده. حتى لو مثلا خلصت كل اللي ورايا والبوتاجاز نضيف، لازم اديله بخه كده بتلمعه. وما شاء الله تبارك الله، انت بتحافظي على حاجتك من الاول للاخر. تعالي بقى سمي الله كده وصلي على رسولنا الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وحبيبنا، وسلم تسليما كثيرا. تعالي بقى جميلة كده، قوليلي ايه اللي بيتعبك في المطبخ بعد ما بتخلصي المطبخ. طبعا عايزين نقول ان هو، بصي، كل يوم على الله كده محتاجين تنظيف وكل وقت. يعني المطبخ من الحاجات اللي احنا ما ينفعش ابدا نسيبه ولا نهمله. تعالي بقى كده نشوف احنا هنعمل الوصفات بتاعتنا النهارده، وهقول لك كمان على حاجات كده لازم تعتمديها وتكون من العادات بتاعتك اللي بتعمليها اسبوعيه او يوميه. تعالي كده نشوف اول حاجه. الملمع اللي عملته النهارده اللي هو هيظبط لك المطبخ بتاعك تظبيطه جميله جدا. هاتي كوبايه من الخل زي ما انت شايفه كده، اي نوع خل طعام. تمام، هاخد عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربع كوبايه من الديتول. الديتول ده انا بجيبه سايب من عند بتاع المنظفات، المحل بتاع المنظفات يعني. دايما بجيبه سايب، بستغنى خالص عن الديتول التاني لانه مقاطعه. معايا كمان معلقه من ملح الليمون. يبقى انا حطيت كوبايه من الخل، ربع كوبايه من الديتول، عليها ملح من الليمون معلقه. وعايزه اقول لك المكون بتاع ملح الليمون ده لوحده في التلميع حاجه تحفه كده، ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه كده قمر. قلبي بقى الثلاث مكونات حلو جدا لغايه ما يدوب معايا ملح الليمون كده، اهم حاجه يدوب كله مع بعضه كده. واحطهم بقى في بخاخه زي ما هنشوف دلوقتي. جبت البخاخه زي ما انت شايفه كده، وهفرغهم في اي بخاخه موجوده عندك تكون شغاله كده. حطي فيها المكونات دي كلها مع بعضها كده، عشان ده هيبقى استعمالك اليومي كل يوم في ايديكي كده بعد ما تشطبي مطبخك وخلاص خلصتي اللي وراكي كله. انا عايزه اقول لك من الحاجات الجميله اللي عمري ما استغنيت عنها. وبالنسبه للناس اللي دخلت كذا مره تقول لي ان الخل غلط على الرخام، والله يا جماعه انا بستعمله بقالي كتير، وكتبت لكم في التعليقات قبل كده ان الخل غلط، لكن على الرخام اللي هو الطبيعي، اللي الحاجات الطبيعيه، الرخام الطبيعي والجرانيت الطبيعي. ولكن الجرانيت اللي عندي ما هوش طبيعي طبعا، عشان كده انا بستعمله بقلب جامد. وما شاء الله بقالي سنين طويله بستعمل الخلطه دي او الملمع ده، وما شاء الله اللهم بارك ما بستغناش عنه. ولذلك انا عملته كذا مره في القناه. وبس بعمله على فترات كده عشان الاخوات اللي هم ما بيبقوش شافوه، بضطر ان انا اعمله عشان خاطر برضو ايه، نبقى معانا في الصوره اخواتي وحبايبي اللي معايا في القناه الجداد يعني. تمام، فزي ما انت شايفه كده انا بجيب البوتاجاز من فوق لتحت تلميع. انا طبعا هنا ما بنضفش خالص دهون، لان ما شاء الله البوتاجاز ما فيهوش اي دهون ولا فيه اي اتساخات. ولكن انا بنضف هنا، مش بنضف بقى، بلمع. بدي للمطبخ كده تلميع، اللهم بارك، بتخلي المطبخ بتاعك وانت خارجه منه كده انت داخله تاني ونفسيتك مرتاحه خالص، وانت بتعملي اكلك وبتظبطي الاكلات بتاعتك. بتحسي براحه نفسيه كده وانت بتعملي كل حاجه. لان الطبيعي جدا الحاجه لما بتكون قدامك نظيفه، اللهم بارك، يعني بتحسي كده. طبعا الستات كلها عارفه انا بقول ايه. اما بتكون حاجتك قدامك نظيفه كلها وعلى مستوى كده يرضيكي، بتحسي انك بتطلعي احلى حاجه في الاكلات بتاعتك، ونفسك بيبقى في الاكل كده حاجه كده قمر. تمام. هنا بقى بخيت على البوتاجاز زي ما انت شايفه كده، وطبعا لمعته حلو جدا واللهم بارك ما شاء الله، يعني النتيجه تحفه. او بصي البوتاجاز عامل ازاي، اللهم بارك، طبعا المنظر بيتكلم عن نفسه. اللهم بارك، من فوق لتحت بيبرق حرفيا كانك فعلا لسه مطلعاه من الكرتونه. عندك الرخام برضو، لو حابه انك تستعمليها لرخام، عايزه اقول لك تحفه، تحفتين ثلاثه. ما شاء الله اللهم بارك. هو لكل حاجه في المطبخ يا بنات، عايزه اقول لك هيبقى ايدك ورجلك كده يوميا. احنا عاملين البخاخ اليومي ده
اللي هو انت بتستعمليه كل يوم بعد ما بتشطبي كل اللي وراكي، لان هو بيشيلك اي تشبيره في الرخام او في الحيطان او في البوتاجاز، بيشيلك كل ده. فما شاء الله اللهم بارك، انت مش هتقدري تستغني عنه بعد كده. لو جربتيه مره اتحداكي انك تسيبيه تاني. بصي بقى هنا انا بوريكي الحتت اللي هي المفروض ان الدهون بتقف عليها، مفيش الحمد لله بفضل الله، لان كل يوم بعمل الوصفه اللي بقولك عليها دي. يعني مش كل يوم بعملها، ولكن بستعملها كل يوم. انا بعملها كل فتره، وما شاء الله بصي الرخام عامل ازاي، ما شاء الله بينور، يعني اللي هو بصي اللمعه الجميله بتاعته، وما شاء الله تبارك الله جايب كده من الاخر. طب وايه كمان، انا عندي كمان دواليب المطبخ من الحاجات اللي بتضايقني جدا لو هي فيها كده غيامه او فيها تشبيره كده بتاعت الدهون. لا ما بحبهوش، ما بحبش ابدا ابدا ان الدواليب بتاعتي احس ان عليها تشبيره او مثلا عليها نسبه دهون، من طبعا من شغل الاكل والكلام ده كله. لا انا عايزه اقول لك برضو بيشطب على الدهون اللي موجوده عندك على يعني انا عايزه اقول لك انت لو مسكتي الفوطه بتاعتك مشيتي كده على كل حاجه كده على السريع على السريع، انت بسم الله ما شاء الله مطبخك هيبقى فله شمعة منوره. جربي زي ما بقول لك كده، وان شاء الله ربنا يكرمك ويعينك ويقويك يا رب ويحسن ما بين ايديكي. انت عارفه كمان الباب بتاع البوتاجاز نفسه اللي هو بيبقى شبه الازاز ده زي ما انت شايفه كده، او اللون اللي هو الفامي ده، اللي هو بصي اي طرطشه اي حاجه بتيجي عليه، انا عايزه اقول لك ده اصلا كل يوم لازم المعه كده، لان من اقل حاجه بتيجي عليه بتحسي كده ان البوتاجاز كله مش حلو. فالبوتاجاز عندك لازم الازاز بتاعه ده يبقى نضيف على طول بصفه مستمره. انا وريتك التشبيره اللي او مثلا الاتساخات اللي بتبقى خفيفه موجوده عليه مكان مثلا الحوض وطرطشه الميه والطبيخ والكلام ده كله، او زي ما انت شايفه كده بمشي بالفوطه كده بعد بختين ثلاثه اللهم بارك بيخليه بيبرق كده، ومعلهوش اي حاجه ما شاء الله تشوفي وشك فيه. تمام. يعني زي ما انا بوريكي كده اللهم بارك، جربيها باذن الله والله هتعجبك جدا جدا، لان انا معتمداها فعلا عندي في المطبخ ومبسوطه منها جدا، انا بقالي سنين بستعملها. تعالي بقى ست الكل على درج الرشاقه اللي بيبقى كتير جدا مننا ناسينه، انا وعن نفسي واحده بنساه جدا معرفش ايه السبب. انا دايما بنسى الدرج ده، اللي بتنساه زي كده تقولي في الكومنتات، دايما على فترات بعيده كده لما بفتكره بغسله. فبصي من الحاجات اللي اوعي تنسيها، لان فعلا الميه بقى بتاعت الكوبايات والاطباق لما بتنزل، او مثلا انت مش مصفيه المواعين فبينزل عليها ميه كده زي ما انت شايفه، بتعمل نوع من الصدى، او بتعمل احيانا خلي بالك لو سبتيها فتره طويله قوي ممكن تعمل معاكي حشرات انت مش واخده بالك منها، وبتشتكي تقولي مثلا في عندي هاموش او في حاجات كده مش ظريفه، هتبصي تلاقيها ممكن يكون سببها جدا الطبق بتاع الرشاقه اللي انت شايفاه ده، لان طبعا بيبقى شايل كميه من الميه. الميه دي بتعمل زي نسبه من الصدى كده، او بتعمل مثلا نسبه من الاتساخات، او يعني حاجات كده بتبقى قويه فعلا، لان ساعات لما بنساه فتره ببص الاقي فيه فعلا حاجات لازقه جامد ما بتطلعش بسهوله. نضفته بايه؟ حطيت عليه صابون المواعين العادي خالص، وحطيت عليه معلقه من كربونات الصوديوم او بيكربونات اللي هو الكربونات يعني، تمام، معلقه من ده وشويه صابون مواعين، وما شاء الله اللهم بارك زي ما انت شايفه كده بالسلكه بتاعه الاستانلس بتاعه المواعين، مش اكتر ولا اقل من كده، واللهم بارك بيروح زي الفل زي ما انت شايفه كده شكله عامل ازاي. يعني انصحك تخلي بالك برضو من الدرج ده، لان هو بيبقى سبب حاجات كده مش حلوه وانت بتبقيش واخده بالك، فكل مثلا اسبوع ولا حاجه او اسبوع وشويه خلي عينك عليه كده برضو، ونضفيه برضو بصفه مستمره. بصي شكله اللهم بارك بعد ما نضف، بصي الجمال عامل ازاي، معلقه كربوناته، وعايزه اقول لك صابون المواعين ولا اكتر ولا اقل، ودعكيه كده بسلكه المواعين راح فله شمعه منوره. تمام. في بقى عندك بعد ما بخلص ده كله برضو لما بكون عامله كده دوره تنظيف في المطبخ، بجيب بقى عندي طقم التوزيع والمعالق والسكاكين والكلام ده كله وبديله كده تعقيم، لان انا ما عنديش غساله اطباق بتعقم، الغساله بتعقم في العموم. ادي بقى الحاجات بتاعتك دي كلها وفي طبق كبير كده زي ما انت شايفه، سكاكينك طقم توزيعك المعالق، وافتحي عليها الميه السخنه زي ما انا بوريكي كده، انا فتحت هنا الميه السخنه ما شاء الله اللهم بارك، الميه السخنه تعقيم حلو قوي. ده غير ان انا هوريكي دلوقتي هنحط ايه، احنا حطينا صابون مواعين، صابون المواعين اللي انت بتغسلي بيه مواعينك عادي، وهرش كمان شويه من الخل دلوقتي هنشوفهم دلوقتي، ولازم تكون ميه سخنه. يعني الحركه دي انا بعملها كتعقيم لكل حاجه، لان في الغالب انت طقم التوزيع والحاجات دي لما بتبقى حطاها كده في المطبخ من بره مش في درج، بتبصي تلاقيها برضو بتتكسف عليها نسبه من الدهون، فلازم تكون نظيفه معاكي ما شاء الله، يعني عشان لما تيجي تستعمليها. الحركه دي انا بعملها مثلا حوالي كل اسبوع مره. بصي درجه الحراره بتاعت الميه 42، يعني سخنه برضو حلوه قوي اللي هي تعقم معاكي. تمام. بعد ما مليت الطبق كده وحطيت صابون المواعين رشيت شويه من الخل كده زي ما انت شايفه، الخل بيعقم برضو بيطهر حلو جدا. يعني عايزه اقول لك بقى سيبيهم كده عبال ما تخلصي اللي وراكي، وابدأي بقى امسكيهم كده،
بليفة المواعين. حطيت كمان عشان بقى ينضفوا ويتظبطوا حلو قوي شويه كمان من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. اللهم بارك. انا عايزه اقول لك بصي انا ما مديتش ايدي فيهم خالص ولسه ما عملتش فيهم حاجه وبيبرقوا. ما بالك بقى لما تدعكيهم كمان، او مش عايزه تدعكيهم، لو عايزه تشطفيهم على كده ما شاء الله اللهم بارك. جربي بقى الحاجات اللي قلت لك عليها دي في المطبخ عندك وان شاء الله تعجبك باذن الله. بصي كده انا بديهم بقى يعني دعكه كده حلوه، واللهم بارك تشطفيهم وتحطيهم في الاخر كده هتلاقي شكلهم زي الفل. الحاجات اللي بقولك عليها النهارده يوميه واسبوعيه دي عايزه اقولك بتفرق كتير جدا في مطبخك. يعني التلميع دوت في الاخر لما بتخلصي اللي وراكي كله تديله تلميعه بتحسي فعلا ان انتي شطبتي وانجزتي وحاجه قمر قدام عينيكي. طب وايه كمان؟ والحاجات اللي قلتلك عليها اسبوعيه زي تعقيم المعالق وطقم التوزيع والحاجات اللي بنطبخ بيها دي اسبوعيه يا جماعه لازم تتعمل، لان طبعا في كثافه من الدهون بتنزل عليها لو حاجتك زي حالاتي كده بتكون موجوده بره الدرج. بعد ما بدعكهم كلهم زي ما انت شايفه كده بديهم بقى شطفه وبحطهم في مكانهم تاني. الحاجات دي لو استمريتي انك تعمليها هتلاقي بصفه مستمره مطبخك زي الفل. اتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وخفيف على قلوبكم، وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، وان شاء الله يا رب كده دايما معايا وفي ظهري وحبايبي واخواتي واحلى ناس في الدنيا، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. بصي بقى اللمعه اهي اخر حاجه هقولها لك. اللهم بارك حاجه كده تحفه التحفه. بصي جمالهم بقى بعد ما شطفتهم. انا طبعا حبيت ايه يعني زياده بقى لمعان، بحب اللمعان جدا انا ما شاء الله، يعني انا بموت في الحاجه كده لما بتبرق قدامي. او بصي بعد ما خلصتهم كده حطيهم بقى في الحاجات بتاعتك اللي بتحطيها فيها او في الدرج بتاعك. اللهم بارك حاجتك بصي فله شمعه منوره. اترككم يا رب كده في رعايه الله وامني وسعاده من الله وخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.